السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الحلو بتاعنا النهاردة بقى. هنعمل شوية كنافة مع بعض، كنافة من العادية بتاعتنا، بتاعت أمهاتنا العادية خالص، مش الافتكاسات بتاعت دلوقتي. مهما كلتوا كنافة مفيش أحسن من الكنافة بتاعتنا العادية خالص، اللي مفيهاش حاجة مكسرات وخلاص. دي أحلى كنافة تاكليها وبتحسك برمضان وبأجواء رمضان زمان. اهوت حوالي نص كيلو كنافة اهوت. قطعيه كده اهو، كده اهوت، فركيه خالص كده اهو اهو. تجيبي بقى معاكي كوباية سمنة، انا حاطة سمنة بلدي على سمنة عادية. تعبيها بقى ببعضها كلها كده وتسقيها كلها من السمنة كده اهوت اهوت. تسقيها كلها من السمنة عشان كلها يبقى طعمها واحد كده اهوت. اهوت كلها شربت من السمنة معانا اهي اهي. كلها شربت من السمنة اهي. كده عكيها كلها كده في السمنة كده اهو. بقى كلها معاكي اهي اهي، شايفاها كلها معاكي فيها سمنة اهي. بعتبر هجيبها صينية. نجيب الصينية اللي هتعملي فيها، تدهنيها من تحت برضه بس السمنة كده اهو. الصينية اللي هنعمل فيها ديت، تجيبي الكنافة تحطيها، تقسمي الكنافة نصين. تقسمي الكنافة في الأول كده نصين، نص يتحط تحت الأول ونص فوق، وتضغطيها جامد. تضغطي الكنافة جامد قوي، لازم تبقى مضغوطة عشان تدي معاكي نتيجة حلوة، تبقى مضغوطة كويس. تسويها كده اهوت، وتحطي بقى اللي انت عايزاه في الحشو بتاعها. دي حاجة ترجع لك انتي، نوع المكسرات اللي تحبيه دي حاجة ترجع لك اهوت. تضغطيها جامد كده اهوت. رش عليها كده حبة سكر، حوالي معلقتين سكر كده في النص. هما للأسف ولادي ما بيحبوش المكسرات، عشان برضو هتقولوا فين المكسرات اللي انت حطيتيها. للأسف ولادي لو حطيت فيها مكسرات بيطلعوا المكسرات يرموها، عايزينها سادة كده. انا هعملها لهم زي ما هم عايزين، مفيش اي حاجة فيه، هم عايزينها كده. اما انت طبعا بتحطي المكسرات في النص كده، زي ما انا حطيت السكر انت بترصي المكسرات اللي انت عايزاها. حط النص التاني كده اهو، وتضغطي جامد برضو كده اهو، قوي قوي قوي. تضغطيها جامد جامد قوي، او تجيبي صينيه مثلا اصغر من دي تحطيها جواها وتضغطي عليها جامد اهو، عشان لما تطلع معاكي من الفرن وتيجي تقطعيها تبقى حتت معاكي فرط حلوه، ما تبقاش مفككه منك. كل ما تضغطيها كل ما تبقى مظبوطه معاكي اهو. كده اتضغطت معايا ضغطه حلوه اهيت. شكلها اهوت، شكل الكنافه اهوت. اقوم بقى اغسل ايديا وارجع لكم تاني اوريكم الشربات هنعمله ازاي. ادي الشربات بتاع الكنافه اهوت. حطيت 3 كوبايات سكر على كوبايتين ميه، 3 كوبايات سكر على كوبايتين ميه، على عصرة ليمون كده اهوت. سيبيها عادي فيها، بس هنسيبه، بس ما تقلبيهوش، ما تقلبيش الشربات خالص، سيبيه يغلي مع نفسه خالص. لما يبدأ يتقل معاكي طفي عليه، ويبقى كده جاهز للكنافه. دلوقتي بقى انا هروح احط الكنافه في الفرن، يعني لما هو يقرب يستوي يغلي كده، عشان هي الكنافه بتطلع سخنه على شربات بارد. الكنافه الشربات بتاعها بارد وهي تطلع سخنه من الفرن وتسقيها، الاتنين سخنين هتعجن منك ومش هتبقى حلوه. لازم يبقى الشربات بارد والكنافه سخنه. فانا هستنى شويه لما هي خلاص تبدا تستوي، اطفي عليها واحط الكنافه على طول في الفرن
تحمر من فوق ومن تحت، واوريها لكم على طول وانا بسقيها للشربات. نحط الكنافة اهي سقناها معانا العسل اهو، شوفوا طرية وتحفة ازاي اهي. ايه رأيكم بقى في الكنافة؟ اهي الكنافة بعد ما خلصتها اهيت، سقيتها الشربات بتاعها اهي اهيت. شوفي طرية ازاي من جوه، طرية من جوه ازاي ومقرمشة من بره، وتحفة تحفة تحفة. جربوها ان شاء الله تعجبكم.